هوريكوا حاجات جبتها من سنة ورأيي فيها دلوقتي. وكالعادة بفتح الابليكيشن وبختار السنة، وأول حاجة طلعت طلبتها هي البلاشر ده من مايت سينما. كل اللي أقدر أقوله عليه إن هو دايما مليان مش بيخلص، كل ما أفتحه بيوقع زيادة كده. لونه حلو جدا وثابت جدا برضو، وسعره كمان حلو قوي. تاني حاجة وهو الكلينزنج بالم من اسينشالز، بجد من أحسن الحاجات اللي بحس إن هي بتنظف بشرتي قوي لما بقى حاطة ميك اب كتير، وجبت منه تاني عموما. الستاند ده بقى المفروض للفواكه في المطبخ، بس ماما حاطه فيه التوابل عادي. من الحاجات اللي دايما بشتريها اونلاين او من الستور هي الزيوت من امتنان، بجد بتفرق مع شعري جدا. وزيت السمسم كان اول مره اجربه وكان تحفه. الهير ماسك ده بقى من ايفا، حبيته وريحته حلوه، بس ما كررتوش تاني يعني، هي مرة. اللي أنقذ فروة راسي هو الشامبو ده، اسمه سيلينجينا، بيشيل أي قشرة، بينظف فروة الراس الدهنية جدا. بحسها بتتنفس بصراحة، بس مش بستخدمه كتير يعني، أنا مش بحب استخدمه غير مرة كل أسبوعين مثلا. الشاور جel ده برضو من إيفا، قعد كتير جدا، ريحته حلوة قوي، بس مش عارفة ليه الأوردر ده حلو يعني، الحمد لله. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول فيها سلبيات، بس هي برضو مش وحشة، وهي الهيدفونز دي. كنت بشتغل فترة أونلاين واحتجتها، ولما طلبتها كانت حلوة جدا في الصوت وفي المايك، بس بتوجع الودان جدا ان هي ما فيهاش اسفنجة اللي هي تريح الودان شوية اما تتلبس فترة طويلة. بس تمام يعني، هي اللي خلتني اسيب الشغل. مبسوطة بالفيديو ده ان هو اغلبه حاجات فعلا استخدمتها وفعلا كويسة، بس لو عايزين تشوفوا حاجات ما عجبتنيش تقدروا تشوفوا اي فيديو من اللي فاتوا، والفيديو اللي جاي فيه حاجات اكتر.